اهلا البنات، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم غنشارك معكم الطريقه ديالي باش كنصايب البطبوط. هي ماشي دائما كنصايبو بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهذا الفيديو هذا ان شاء الله غنصايب معكم عجينه وحده غنصايب بها البطبوط، وكذلك عجينه ديال البيتزا ميني بيتزات. فخليكم معايا، نتمنى ان شاء الله ينال اعجاب بكم هذا الفيديو. هذا هو البطبوط بعد ما ساليته، وهذا غنحل معكم شي وحده باش تشوفوا. راه كيجي مفشفش من الداخل، يعني مهوي. كيسخون بزاف. فاول حاجه ضفت الحليب. انا جربت بهذه الطريقه هذه صراحه جا واعر وبنين. بالحليب عندي هنا نص اطرو ديال الحليب، ممكن تضيفوا حليب غبره، واحد 2 معالق ديال الحليب غبره. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. غنضيف معلقه كبيره ديال السكر. غنضيف ليهم شويه ديال الدقيق وغنخلطهم، غنخليهم واحد شويه. كنخلي هذا الخليط هذا يتفاعل لي واحد شويه، 5 حتى 10 ديال الدقائق. المهم انا ما خليتوش بزاف لحقاش مزروبه. فبعد ما خليت واحد شويه، انا خليته غير شي 3 ديال الدقائق 4 دقائق بحال هكاك، ما عقلتش بالضبط. صافي وضفت الدقيق كامل، كيلو ديال الدقيق الفورس. صافي وكندير الملحه. فغادا نضيف شويه ديال الزيت البلديه، واحد 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه، باش هكا العجينه ديالي تجي رطبه ولذيذه، كتعطي واحد اللذه ديك الزيت البلديه. ممكن انكم تضيفوا زيت الروميه. وكذلك درت الماء دافي. هنايا راه نسيت الفينو، ما درتوش عاد، حبست الماكينه لحقاش الصباح هذا مع ديك 7:30 ديال الصباح هكاك. صافي درت هنا نصف الكميه ديال الدقيق، درت نص كيلو ديال الفينو. صافي وغادا نعجن العجينه ديالي ونحداها الى خاصها الماء، كنزيد شويه بشويه. بعد ما تعجنات العجينه غادا نضيف ليها الزيت، غير باش ما تلصقش ليا في داك لوبول ديالها. صافي غنغطيها بالسلوفان، غنخليها تتخمر. بعد ما خمرات نضاعف الحجم ديالها. دابا غادا نقسمها الى قسمين وغنخليها تاني تطلق واحد شويه، وغادا نسرحها بالمدلك. صافي اول حاجه غنبدا بها هي البطبوط بطيبيطات. قطعتها بهاد القطاعه هذه الثانيه، ماشي الاولى، الثانيه، على هذا الحجم هذا. صافي غنخليهم يرتاحوا في هذا الطاوه هذه ديال الفرن. بعد ما فرشت ليها واحد زويف ورشيت الدقيق باش ما يلصقش ليا العجين، كنستمر. وداكشي اللي بقى لي غادا نقطع فيه خبيزات ديال البيتزا ميني بيتزات. دابا غادا نصايب ميني بيتزات، غنقطعهم حتى هما بنفس القطاعه اللي قطعت بها البطبوط. فبالنسبه للبيتزا ما خصهاش تكون العجينه ديالها غليظه، ماشي بحال البطبوط، ماشي مشكل تكون شويه غليظه، ماشي بزاف تاني تاع البطبوط، غير هو ديال البيتزا تكون رقيقه بحال هكا. فكنهز واحد الصينيه بحال هكا، كنفرش فيها واحد الزيف اللي غادا ندير فيها هاد الخبيزات ديال البيتزا يرتاحوا. فماشي ضروري انهم يرتاحوا، ممكن طيبوهم هما ديك الساعات. الخبيزات ديال البيتزا ماشي بحال البطبوط اللي هو ضروري خصو يرتاح شويه. بالنسبه للبيتزات ماشي ضروري يرتاحوا، ممكن انكم طيبوهم ديك الساعات. فبعد ما ارتاح هنايا البطبوط، دابا جيت باش نطيبو، ما درت لا زيت لا والو، على مقله ناشفه.
فدابا غادا نطيب البيتزات. كيف ما شفتوا راه حطيتهم. اول حاجه كنتكيهم هكايا بالفرشيط ولا كنتقبهم بالفرشيط باش ما يتنفخوش ليا. فبالنسبه لهاد الخبيزات ديال البيتزا ما غاداش نطيبهم كاملين 100%، غنطيبهم غير نص طيبه، غير شدوا فريوسهم صافي لحقاش ما غنستعملهمش كاملين دابا. بالنسبه اللي بغى يديرهم في فريغو ما طيبوهمش كاملين يعني 100% طيبوا، غير شدوا فريوسهم صافي لحقاش باقيين غيطيبوا من بعد ملي غادي نستعملوهم. غنعمرهم بالحشوه وغنديرهم في الفران ولا غيطيبوا ديك الساعات. فكنستمر بحال هكا كنتكيهم بالفرشيط، ما كنخليهمش يتنفخوا، غير شدوا فريوسهم صافي وكنحيدهم. وهكا كيجيوني هاد الخبيزات ديال البيتزا كما شفتوا. ما خصهمش يطيبوا لحقاش باقيين غيطيبوا من بعد ملي غادي نستعملوهم. فكيجيو رطبين وهشاش. فكنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. فسمحوا لي على هذا التعطيل اللي كنتعطل بالنسبه للفيديوهات، راه عندي كنصورهم غير المونتاج اللي كيبقى ليا، داك هو المشكل. ما كيكونش الوقت، راكم عارفين رمضان يلا كتكافى مع المدرسه والستاج، يلا جي للدار الشغل ديال الدار حتى هو شاد فيا الرواح. يلا بادي فيا واحد الرواح ديال الكحه. ما شكيت عليكم. ايوا بلا ما نطول عليكم، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر جديد، والسلام عليكم. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار